فيديو النهاردة هو مش حلقة من دفتر العرف، هو حلقة راندوم خالص، حلقة عشوائية. دي حاجة أنا بحبها اشتريتها النهاردة، فأنا جاي أعمل أنبوكسنج معاكم ليها. فأتمنى إن الفيديو يطلع بشكل لذيذ ويعجبكم يعني. بس يعني قبل ما أوريها لكم فحابب أوريكم كام حاجة قبلها. إن أنا في 2022 اشتريت الأجندة دي بالبوكس بتاعها كامل ومخلصتهاش لحد الآن. وبعدها يعني ما اشتريتش حاجة في 23، جبت في 2024 دي بتاعت فان كوخ. وكل اللي يعرفني يعرف قد ايه انا بحب الرسمة دي، لدرجة ان في لوحتين تلاتة يعني ليها اصلا على الحيطة. ومسك الختام 2025 اشتريت دي قربت اخلصها يعني. فالموضوع كان لذيذ بالنسبة لي، وهو ما بيقفش هنا بس، يعني انا بجيب برضه حاجات تانية. وجبت بتاع دروس اونلاين بتاعت باشمهندس احمد ابو زيد. وبرضه كانت دي هدية من كرياتيفا، كانت جميلة جدا بصراحة برضه. فبخلاف كل دوت بقى، جينا للسنة الجديدة و2026 والنوتة بتاعتها نزلت أو البوكس بتاعها نزل. وهو أنا جبت اللي هي بتاعت دونها 2026. وجبت الشكل ده بسبب إن أنا قلت تغيير بقى، لأن أنا كل سنة بجيب حاجة أو كان في الشكل اللي فيه اللوحة بتاعت مكروه بس مقدرتش أجيبها. قلت إن أنا أغير، يعني أنا كده كده كانت معايا، ودي بصراحة كانت شكلها لذيذ وكانت عجباني. فأتمنى إن الموضوع يبقى لذيذ يعني، وإن أنا أبقى أعمل أنبوكسنج كويس، لأن أنا حاسس إن أنا هبهدل الدنيا. بس اتس اوكي يعني، نجرب سوا، محدش فاهم هينجح في اول مره، ومحدش هيعمل حاجه بيرفكت في اول مره. فدينا بنجرب سوا. انا مبسوط. وقبل ما افتح البتاعه دي اشتري اي حاجه انت بتحبها، مهما يعني كانت غاليه هتعلن افلاسك، ماشي براحتك يعني فاهم. احسبها انت بمزاجك. بس اشتري اي حاجه انت بتحبها، ما تستناش حاجه من حد، ما تستناش حد يجيب لك هديه، ما تستناش اي حاجه من اي حد. كافئ نفسك، اخرج، انبسط، افرح، اعمل اللي انت عايزه. طالما الحاجة دي ما بتأذيش فيها حد وما بتضرش اللي حواليك وانت بتنبسط لوحدك، فيعني واي نوت فاهم، انبسط. فدي حاجة لذيذة، ويلا نبدأ الانبوكسنج. يلا بينا نبدأ. هي البوكس بيجي بالشكل ده، بتفتحه بيجي كلمة كده مكتوبة لذيذة، وهي مكتوب: هنا نبدأ من الأصل، هنا نزرع حلما نصدقه، وهنا نكتب لننجح، وأيضا لتصبح أنت، يعني فاهم. فبخلاف الجملة اللي فوق يعني نحاول نحافظ على دي كده. اول حاجه طبعا النوت بوك، فهي شكلها لذيذ بصراحه، وانا حابب اقعد اكتشفها يعني فاهمين، لان هي اكيد فيها حاجات كتير يعني، والدنيا تبقى فيها لذيذه، فانا حابب اكتشفها. فهنخليها في جنب كده، ممكن نبقى نتكلم عنها بعد كده. في البوكس دوت ممكن نفتحه. آه، الناس اللي بتعمل انبوكسنج دي بتعمل انبوكسنج ازاي؟ انا شايف في حاجات كتير ثانيه. بخلاف كل دوت، في 2 كاب هولدر نحطهم في جنب. وفي لعبة جديدة هم عاملينها، يعني ايه، اتمنى ان هي تكون لذيذة بصراحة، هبقى اجربها، ممكن اقول رأيي عنها. ودي ستيكرز متهيألي، هي الستيكرز يعني معمولة لذيذة بصراحة اهي، في كذا حاجة. ودي زي نوتس نكتب حاجات كده، فدي لذيذة برضو، انت البداية ممكن ابقى احطها عندي على المكتب. ودي بوك مارك. ودي برضو بلانر يومي بقى، ان انت تكتب فيه الحاجة اللي انت عايزها. هي دي شكلها مخطط يومي. فا overall يعني الدنيا لذيذة. وفي حاجة ورقة هناك بيضة اهي، دي لو انت جايبها هدية لحد فاهم، لو تهاد وتحمل يعني، وانا جايبها هدية لنفسي فهادي بيها نفسي. وتاني حاجة هي دي، اعتقد دي لازم اقوم بدل ما هي كده، فثانية واحدة. الموضوع طلع كبير قوي يعني، فقمنا خالص وشلنا الحاجة من حوالينا. وهي لوحتين او حاجتين يعني، بما اننا في هندسة فمتعود على اللوح. دي 365 يوم، دي بنكتب فيها إنجاز كل يوم، على أساس إن هو في آخر السنة نحس إن الحياة ما راحتش هدر، يعني إحنا أنجزنا حاجات. في كمان لوحة ثانية، خليه في جنب. واللوحة التانية هي بوستاتي الشخصية، دي حاجات ممكن أقعد أشوفها بقى، أكتشفها أنا وأقول لكم ملخص بقى عن الحاجات دي. بس يعني last but not least، في تجربة لذيذة يعني، هي عجبتني جدا من دونها يعني. وهي الظرف ده أو الورقة دي فكرتها إن أي حد اشترى حاجة من هناك بيكتب رسالة لأي حد تاني وبيحطها في صندوق كده، وأنت بتاخد الورقة بتاعتك وأنت وحظك بقى. فأنا كانت الرسالة بتاعتي: be happy we only live once. فهي دي يعني، انا حابب اشكر الشخص اللي كتبها يعني، وهي لذيذة جدا وعجبتني ويعني انا بتمنى ده لكل الناس بصراحة. فتعالوا نقعد ونكمل بقى. انا بهدلت الدنيا عموما، بس يعني هو زي ما قالوا بي هابي فاهم. فدي برضو رسالة الفيديو بتاع النهاردة، يمكن هو انبوكسنج عادي بس في خاتمه يعني. هو just be happy فاهم، اعمل اللي يفرحك، اعمل اللي يساعدك، ما تستناش حاجة من حد زي ما قلنا.
الحياة هنعيشها مرة واحدة، ف just live it، فاهم؟ اللي هو عيش وتعايش مع الحياة. والرسالة أنا كتبتها هي برضه ممكن تكون مستوحاة من دي برضه، لأن هي أثرت على دماغي. فكتبت برضه إن هو عيش الحياة زي ما هي وانبسط واعمل أي حاجة هتبسطك مهما كانت هي إيه. ده في ختام الفيديو بتاع النهاردة، وممكن نبقى نعمل بقى فيديو تاني 2026. بس البتاع لذيذة جدا وأنا بحبها، فأتمنى إن هو تعجبكم، وأتمنى الانبوكسنج عجبكم يعني. بس يعني هي أول مرة، مش عايز حد كده هو، بس يعني إيه، تمام. وشكرا لمشاهدتكم لحد دلوقتي، وباي باي.